الثالث من قصتي مع الجن الفقيه. كان معنا في الدار من الصباح كيقرا وكيرش عليها في الشيمة، ولكن باين عليه هي وقال حالاتها غريبة، ولكن ماشي مرض ولا والو، غير ضعيفة. قال لنا كاين فقيه في القبور ديال المضيق هو اللي يقدر يعاون. خلى خالتي ترتاح ومشى هو، بقينا حداها، وبعد ساعة هي فاقت. سولات فين أنا؟ كل شي بدا كيهديها، قالوا ليها غير طحتي وغبتي شوية، ما كاين والو. كانت شاعلة الكونية في التلفازة، أو هي قالت نقصوا من داك الصوت، عاد هدروا معايا. كل شي تجمد، ما عرفنا واش كنهضروا معاها هي ولا مع شي واحد آخر. أنا تخلعت شوية والكوبريزيد كنقول هادشي اللي كنت كنقلب عليه جا لعندي، ولكن عن طريق العائلة. هي ناضت وقالت فيها الرجوع، مشات للكوزينة، رجعات وفي يدها خبزة حافية كتاكلها بشراها بحال ما كلتش من 50 عام. الاستغراب كان في الدار كامل، كل شي كيشوفها وما فهمش شنو واقع، ولكن كيتكلم معاها بحال لا والو. الوليد جا في 11 ديال الليل، دخل وخالتي شافته بنظرة كلها حقد وقالت ليه انت ما كنحملكش. هو وقال سيري تنعسي حسن قبل ما نعسك بطرشة. هي جاوباته اجي جرب. هو دخل وخالد تبعوه وقال ليه كل شيء. الوليد كان عيان، ولكن باين عليه ما أثرش عليه الحال. مع 12:30 ديال الليل الوالدة قالت كل واحد يشدوا بلاصتو. خالتي باتت معانا في البيت، أنا وخويا الصغير وخالتي وخالاتي وخالي باتوا في الصالة. كل شيء نعس، حتى خالتي اللي تسكنات نعسات، أنا نعس حداها، ولكن الخوف بدا كيشدني بشوية. غلبني التعب وغفلت شوية، فتحت عيني ولقيت النهار بدا كيطلع. شفت جوج من خالتي، وحده ناعسه والاخرى واقفه كتشوف فيا، وحسيت قلبي اخذ يوقف. برد غريب شدني، بديت كنقرا القران وغطيت راسي بالمانطه. كنعدي في يدي باش نتاكد واش حلم ولا حقيقه كتشوف فيا، وسمعت اذن الفجر وحسيت بالامان. طلعت ما لقيتش حد، غير خالتي ناعسه عادي. حسيت براسي عيان ومجهد. وما بعد هادشي الوالده صحاتني مع 9 وقالت نوض خاصك تمشي للمدرسه. ولا بغيتي تعرف شنو وقع من بعد، ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو وخلي تعليقك، حيت اللي جاي اخطر.